السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة ان شاء الله. استكمالا النهاردة لنواعم العيد، هنعمل مع بعض النهاردة السابليه. هنعمله بطريقة سهلة جدا، مقادير مظبوطة زي ما انتم شايفين. النتيجة واضحة، يطلع معانا ولا احلى من كده. حاجة كده تشرفك في العيد. من اشيك حلويات العيد يا جماعة، وطعمه ولا احلى من كده. طالع معانا حلو جدا. يعمل معانا كمية كويسة جدا، من كيلو الا ربع دقيق هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. هنعرف كل التفاصيل في الفيديو. يلا بينا بقى ندخل على بركة الله. اول حاجة هيكون معانا كيلو الا ربع دقيق خاص بالكحك والبسكوت. هيكون معانا كمان 500 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا كمان 250 جرام من السكر البودر، وذرة ملح، ونص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. هنجيب العجان ونبتدي ننزل بالزبدة. مفيش عجان يا جماعة، لو بالمضرب الكهربائي، ولو مفيش بايدينا عادي جدا. هنبتدي نشغل العجان بتاعنا وندمج السكر مع الزبدة حوالي دقيقة كده. وبعد كده بقى هننزل بكمية الدقيق اللي هي كيلو الا ربع 750 جرام. يبقى حطينا 500 جرام من الزبدة الطرية، وهيكون معانا كمان 250 جرام من السكر البودر، ذرة ملح، نص معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ومعانا كمان كيلو الا ربع دقيق 750 جرام. بعد ما ضربنا العجينة حوالي 5 دقايق زي ما انتم شايفين، هو ده القوام. هنبتدي طبعا نحطها في بولة ونريحها شوية في التلاجة حوالي ربع ساعة. بنجيب ما بين كيسين يا جماعة ونحط نرشرش شوية دقيق، ونبتدي ايه بالراحة جدا نتعامل مع السابليه يا جماعة بمنتهى يعني بصوا بالراحة جدا، لان هو حاجة حساسة قوي. يعني مش ما تشتغلوش بيه بايه بعنف. هنفرده بقى اهو بسمك كويس جدا، يعني لا سمك تخين ولا سمك ايه رفيع قوي. وهنجيب زي ما انتم شايفين عندنا قطاعات، اي قطاعات عندك اشتغلي بيها. هنبتدي نقطع. اهم حاجة تريحوا العجينة يا جماعة في التلاجة، طبعا فرننا ساخن على درجة حرارة 180. بطرف السكينة رفيعة كده، ونبتدي نشيل السابليه بتاعنا. تعملي نجوم بقى، تعملي لوب، اللي يعجبك اعمليه. اي شكل متوفر عندك اشتغلي بيه. طبعا دخلناه في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. انا عايزه اعمل حبه بالكاكاو. هبتدي اخد برضو قطعه من العجينه احرش، هنخل عليها كده حوالي معلقه كاكاو، ونحط حوالي نص معلقه زبده او سمنه، ونبتدي نعجنها كويس. وهتكون معانا جاهزه زي ما انتم شايفين. هنفردها برضو، نرشرش شويه دقيق على المفرش بتاعنا او ما بين كيسين ونحطها، وبرضو نتعامل معاها يا جماعة بالراحة. حسيتوا انها بتلزق معاكم في التلاجة على طول وتحطوها. المقدار ده يا جماعة مظبوط جدا. ما تحطوش للسابليه بيض، في ناس بتحط صفار بيض، والناس كمان بتحط بيض كامل. لا، اعملوه بالطريقة دي والله هيعجبكم جدا، طعمه بيطلع حلو قوي. هنقطع برضو الشوكولاتة، ودايما لما تحطوا شوكولاتة يستحسن يعني تحطوا معاها ايه قطعة من الفانيليا، عشان ايه تعرفوا السوى المظبوط بتاعها. هنبتدي اهو قطعنا الكمية. ده السمك يا جماعة المظبوط. في حاجات طلعت معانا وسويناها بعد ما خلصنا بقى كل كمية السابليه. معانا شوكولاتة اللي هي نوتيلا سما
اللي هي البيضة واللي هي الدارك. هبتدي بقى، عايزين تزوقوا يعني بتاع ده بمربى عادي اللي تحبوه، او جناش شوكولاته برضو اللي تفضلوه اشتغلوا بيه. انا هشتغل بنوتيلا عشان الاولاد بيحبوا النوتيلا. هنبتدي نجيب كيسين زي ما انتم شايفين كده وحطينا فيها النوتيلا، بتسهل علينا كتير. ونبتدي ننزل ايه بقطعه كده من الشوكولاته، ونحط كل 2 مع بعض. امشوا على المراحل يا جماعه بالراحه كده، ويطلع معانا والله ولا احلى من كده، وهتحبي ان انت تشتغلي فيه. ما تعمليش الشغل ورا بعضه، يعني مثلا سويتيه مثلا ايه بالليل، تعالي الصبح كده ريحيه خالص ورصيه زي ما انا رصاه كده، وحطيه ولفيه بستريتش، وتيجي الصبح مثلا تلزقيه زي كده. ريحي كمان مثلا ساعه ولا حاجه، وابتدي ايه اعملي الفينش الاخير. اهو بنعمل واحده واحده، بنخلص كل الكميه بنفس الطريقه. اهو زي ما انتم شايفين السمك بتاعنا مظبوط جدا. تعملي كذا شكل، الشكل اللي يناسبك اشتغلي بيه. سمكه طالع زي ما انتم شايفين كده، السمك بتاعه حلو قوي. لما نحط الاتنين على بعض بتبقى في منتهى الجمال. بعد ما خلصنا بقى كل الكميه ولزقناها، هنبتدي بقى ايه نشتغل في الفينش الاخير. معانا ايه شوكولاته، بصوا انا حطاها في قوالب اللي هي القوالب السيليكون بتاعه الشوكولاته. وكمان معانا جناش شوكولاته متسيحه على بخار ميه، شوكولاته عاديه يا جماعه معلهاش الا معلقه زيت. ومعانا طبعا شوكولاته بيضه برضو متسيحه على بخار ميه. ومعانا طبعا لوز وبندق واللي هو السبرينكل اللي هو الذهبي. بنبتدي ننزل زي ما انتم شايفين كده بالشوكولاته، وتحطي بقى مثلا لوزايه بندقايه، الشوكولاته اللي هي عملناها في القوالب دي المتوفر عندك اشتغلي بيه. ممكن تعملي نص الكميه اللي انا عاملاها. اهو نحط لوزايه مثلا عليها. الصينيه طبعا اللي بتحطي عليها السابليه بعد ما تزوق بتكون محطوط عليها كيس، اي كيس تلاجة بتفتحيه وبتحط عليه السابليه زي ما انتم شايفين، وطبعا بيتحط في التلاجة لحد ما ينشف. اهو حطينا الشوكولاته اللي عملناها في قوالب الشوكولاته، بس طبعا بنعملها يعني طبقه بسيطه خالص في القوالب، مش بنعملها القالب كامل طبعا، لا تبقى تخينه قوي لما تتحط على السابليه. ممكن نسقط كل السابليهايه زي ما انتم شايفين برضو كده. اهو بنجيب شوكه ونخبط كده على الطبق، بننزل اي زياده من الشوكولاته، ونعمل ايه زي خيوط كده بيضه من فوقيها. لو عايزين برضو نعمله زي ماربل كده زي الرخامي، بنبتدي نحط شويه من البيض على الاسود كده، ونسقط برضو عليها الايه السابليهايه زي ما انتم شايفين. حطينا برضو في الابيض، عايزين نحط عليها كده ريجه كده كانها ايه رخاميه، بتطلع معانا ولا احلى من كده. عايزه بس تنزلي بالوش اللي فوق برضو اللي يريحكم. ليكم مطلق الحريه يا جماعه في الفينش الاخير ده، المتوفر عندك اشتغلي بيه. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. اهو زي ما انتم شايفين بتبقى عامله زي كده الرخاميه، بيبقى شكلها برضو حلو جدا. الشغل فيه يا جماعه ممتع جدا والله، بيطلع معانا حلو وشغله جميل، بس نظمي وقتك بس وهيطلع معاكي ايه ولا احلى من كده. يا رب يكون عندكم الخير كله، ويجوا عليكم العيد كده وانتوا زايدين ومش ناقصين. وبكده خلصنا كل كميه السابليه، اشكال كتير بقى عملناها مع بعض، طالع معانا ولا احلى من كده، حلو جدا. شايفين كذا شكل عاملينه مع بعض، طبعا بعد ما حطيناه في التلاجة واتمسكت معانا الشوكولاتة. ودي الكمية اللي طلعت معانا، شايفين ده الشكل الرخامي واللي عليه لوز واللي عليه شوكولاتة. وبكده خلصنا السابلين. نشوف مع بعض بقى اللي عملناه. عملنا بسكوت، وعملنا الكحك اللي بالعجوة وبالملبن، وعملنا البيتي فور، وعملنا اللانكشاير، وعملنا كمان المعمول والغريبة والبسكوت.
زي ما انتوا شايفين النتيجة واضحة. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، وعيد سعيد عليكم، واسيبكم على خير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله، كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.